كيف والله وسهلا بيكم، اخباركم ايه؟ حلقه جديده من برنامج معلوماتي مع حمدي احمد. متنساش في القناه، تفعل زر الجرس تحصل كل جديد. انفراد موعد رحيل فيريرا عن نادي الزمالك مره اخرى. هو فيريرا هيرجع بعد ما عاد من المره الاولى؟ اه. عايز اقول لكم من سوء الاداء اللي بيشوفوا نادي الزمالك، ومن بعد مباراه فيوتشر اللي فازها اسامه نبيل وتهاتف جمهور نادي الزمالك ان يعود فيريرا مره اخرى، ومجلس اداره نادي الزمالك رجع فيريرا مره اخرى، ولكن دار برضه سوء الاداء مع نادي الزمالك، وكمان من مباراه شباب والازداد ومباراه المريخ السوداني. فاداره نادي الزمالك بتفكر مره اخرى ان تمشي فيريرا. بس عايز اقول لكم ان في اتنين حاليا دلوقتي هم المرشحين لتدريب نادي الزمالك. اولا خالد جلال ثم اسامه نبيل. طبعا خالد جلال جاي له عرض من نادي المصري على ما اعتقد، او الاتحاد السكندري. تمام. فطبعا لو جاله العرض ومسك المصري او الاتحاد السكندري، ففي المره ديت ممكن يبقى هو المرشح الاول اسامه نبيل. لكن لو خالد جلال ما جالهوش عرض خلال الفتره ديت، فهو المؤكد الاول والاخير هو اللي هيمسك مديرا فنيا لنادي الزمالك، وقد يكون المساعد بتاعه اسامه نبيل. ده طبعا الانفراد اللي عايز اقول لكم عليه، ولكن ده ممكن يكون بعد مباراة الترجي. للأسف الشديد لو الزمالك تعادل أو اتهزم، فطبعا الزمالك هيجيب مدرب جديد، لأن طبعا فرصة الزمالك هتكون سيئة جدا 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 على تصدر المجموعة. كده انت بتدور بقى لا تاخد مركز تاني من شباب والزاد، فالموضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا، ويبقى المأمورية بقت صعبة في دوري الأبطال. فساعتها طبعا هيتم رحيل فيريرا عن نادي الزمالك مرة أخرى، وطبعا البديل هيكون خالد جلال يا إما أسامة نبيل.